السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جوي والله، جوي جوي جوي. حاسة زي الواحد ما يكون مسافر كده ومكان بعيد جوي برضو ورجع. فمقتطفات بسيطة، فيديو بسيط عشان ايه اكسر بيه، اكسر بيه القاعدة، او يعني ده يخليني يمكن يشجعني اكمل في الفيديوهات. والله بحاول على قد ما اقدر يعني. فقلت الفيديو البسيط ده خلوكم برضو شوية مفيد. حاولت اعمل فيه ايه بقى؟ شايفين الستاير دي اللي هي كانت اصلا قماش ملايات كنت عاملاها قبل كده. الكلام ده كان المفروض قبل العيد. فقلت طب ما اشيلها واخليها ملايات بقى عشان السراير تبقى زي بعض. زي ما عارفين السرير بدورين. الملايات عندي كبيرة بتاعت الاطفال اللي كانت الاول كبيرة قوي، فقلت اغير شوية او كده كده احط طول في الستاير، فاشيل القماش ده وخيطه ملايات باستك. فقلت حلوة الفكرة، اشوف اجرب اول مرة اعمل ملايات باستك، يعني كنت فاكراها ان هتبقى شوية عايزة دقية او اشوف كام متر والكلام ده. لقيت موضوع بسيط جدا يعني. حتى انا شلت زي ما شايفين كده الحلقات من الستاير وحطيت فيه استك على طول كده. ما شلتش يعني الشريط اللي انتوا شايفينه اصلا. بس فخيطته. كانت المساحة تقريبا اللي عايز يعمل يعني لو فكرت بيبقى حوالي طول الملاية 260 في مترين بالظبط. طبعا السراير بتاعتي 120 متر. فحطيت الاستك من جميع الجهات، شديته شوية مش جامد خالص عشان ما يكبرش يعني ايه مشدود على الاخر يعني. وقلت اعمل التجربة دي افرشها على العيد، يعني ما اشتريتش ملاية جديدة على العيد. بس حسيت ان دي جديدة يعني، ما انا ما فرشتهاش قبل كده، عاملاها ستاير وغسلتها مرتين بس. فقلت خلاص كده كفاية احطها ملايات يبقوا زي بعض. فقلت فكرة حلوة. كنت خدتها طبعا الورشة في يوم تاني وخيطتها. فايه عودا حميدا ان شاء الله. مش عارفة بيقولها ازاي. بس فالحمد لله على سلامتي والله العظيم. عاملين ايه؟ والله فعلا عاملين ايه؟ كويسين؟ ايه اخبار الدنيا؟ يعني انا وبعمل فيديو ده يا ربي اعمل ولا لا، كفاية ولا لا، برضو محتارة جدا الايام اللي فاتت دي خالص. انا قلت يعني هبعد شوية عن اليوتيوب يمكن. يعني اقرر بقى هعمل ولا لا، يعني هرجع في كلامي ولا اشجع لما الاقي نفسي بقى انا بعدت خالص. لقيت نفسي كل ما هقعد كل ما مش عايزه اعمل فيديوهات. فزي ما قلت لكم قررت اعمل الفيديو ده. هو بسيط شويه جدا والله، يمكن تحسوه، يمكن انا فيديوهاتي بتبقى اقوى من كده واحسن وفيها دقيه وفيها تعب. فقلت لا انت خليكي بسيطه يمكن الدنيا تمشي اسرع يعني واحسن واسهل. فالمهم فقلت لا انا خليني عايشه ببساطه. يمكن ده يفرق، بيبقى اسهل ويخليني ما اشيلش هم التصوير او الفيديو او كده. انا بشكر من كل قلبي من كل قلبي سارة اند فاميلي. قناة سارة اند فاميلي هي طبعا قريبتي، بس ايه هي بتشجعني والله. صغيرة خالص عليا بس ايه ما شاء الله عليها. برغم انها مشغولة ومعاها اطفال صغيرين، بس بتعمل، هوريكم احط لكم اللينك القناة بتاعها في صندوق الوصف، بتاعت اكلات كده وما بتتكلمش كمان يعني، ودقيقة جدا ونظيفة جدا. تصويرها ما شاء الله حلو ووصفاتها ناجحة 100%. فهي بقى اللي بتدعمني وبتقول لي ده بتشجعني اكتر واحده يمكن اني ما اقفلش القناه، وكل شويه تبعت لي افكار وتبعت لي حاجات. فانا ايه بشكر ساره قوي قوي. وبشكر برضو ام اسينات اللي هي المطبخ الصعيدي، او برضو لاني يوم ما انا كنت هقفل القناه بصوا كلمتني كتير قوي ازاي تقفليها وانا عامله القناه بتاعتي من بعدك، وانتي لولا ما شفتك وشجعتيني ان يبقى في حد في الصعيد عندنا عنده قناة اصلا، او المحتوى انه جوزي يرضى يوافق على القناة بتاعتي من بعد ما انتي عاملة القناة يعني. فانا قلت يا لهوي انا قد كده مؤثرة في الناس يعني، ويمكن يا رب نكون قدوة حسنة ليهم يعني. فبرضه بشكر ام اسينات قوي قوي قوي، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اشتركوا في قناتها، هي ما شاء الله اللهم صل على النبي نشيطة جدا جدا جدا. وربنا يا رب يبارك فيها ويسلم ما بين ايديها ويحسن ما بين ايديها، تستمر دايما. فدي من القنوات الحلوة اللي انتوا لو كل يوم ان شاء الله تلاقوا ممكن فيديو ليها معروض. هقعد اقول كتير، حطولي لايك بالذات يعني على الفيديو ده لان انا راجعه جديد. فانتوا لو ما حطولوش لايك هتحبطوني، خليني ارجع لورا خالص يعني. فيا ريت تحطوا لايك. انا ما قلتش اسمي يعني، اللي ما عرفنيش انا زهره هدو من محافظه الاقصر من الصعيد. طبعا باين ده في لهجتي قوي. تمام. انا كنت خيطت الملايه
بتاعتي، وزي ما شفتوها يعني هي مش محتاجة اي تعب ولا حاجة، وفرشتها. طبعا ده كان قبل العيد، وكنت يعني ليلة العيد كنت ماسحة كل حاجة، فايه بخلص اوضة اوضة، وبفرش بعد كده السجاد وكده يعني. فجولة بسيطة والله، بتغيير بسيط في البيت. هو اللي عارف بيتي او انا كنت بصور دايما فيه هيلاقي ان في تغييرات بسيطة. دي جولة في البلكونة، انا ما صورتش باين البلكونة كويس برضو. فانتوا اول مرة هشوفوا البلكونة بتاعتي اساسا يعني. انا كان عندي بلاك اوت سبيشال في الدولاب، وستاير برضو قديمة عندي، فايه طلعته كله وحطيته في البلكونة. رغم ما بحبش البلكونه تتدارك قوي كده، لان احنا ما شاء الله يعني شارعنا مختصر، ناس محترمين، ما فيش حد بيقف في بلكونه، فايه كنت واخده راحتي عادي. فبس البلاك اوت يمكن عشان التراب وكده. انا اوضه الاطفال كده ما غيرتش فيها حاجه، بس شلت كان ستاير عندي رمادي واقوى، فخليت الاقوى بس. يعني تغيير بسيطة، فتحت شوية. اما بالنسبة للصالة زي ما شايفين الحافظات دي مش سجاد، ده زي حافظة. او الحاجات التركي الجديدة دي لقيت سعرها حلو قوي وخفيفة كده، وبتلبد على السيراميك، ما بتزحلكش يعني. لونها عجبني برضو، قلت تغيير بدل ما افرشها على السجاد اللي عندي، لا خليها وحديها احسن. اخف واسهل في الغسيل يعني. فبرضو ايه تغيير خفيف خالص في الصالة يعني. كنت خبزت طبعا خبيز عيد مش كتير، مقتطفات بسيطة جدا، لان في ظروف مرت علينا الفترة اللي فاتت، فخلتني ايه على قبل العيد. خلت يعني ما اعملش اللي انا بعمله كل مرة، او ما يبقاش عندي حماسة قوي. كانت ماما اسم الله عليها، يا رب يا رب يديها الصحة والعافية، وجعت فايه رجلها اتكسرت وكده، وعملت عملية، فده برضو ايه قرقني قوي قوي. بس هي ما شاء الله الله اكبر الحمد لله، هي كويسة جدا دلوقتي، كويسة الحمد لله. تمام. فده يمكن برضو الموضوع اللي مخليني بعد العيد فكرت اصور، بس مش قادرة مش عارفة. لما ماما تخف خالص كده، ولاني كل يوم او كل يومين بروح لها بالظبط، كل يومين وبقعد، فلازم ايه اخلي بالي معاها شوية يعني الفترة دي. ادعولها ان شاء الله يا رب يكمل شفاء على خير. هي لسه فكه الغرز يعني، فكه الغرز بتاعه العمليه النهارده. فان شاء الله يا رب تقوم على رجلها زي الاول، لان هي ما شاء الله كان عليها هي اتحسدت فعلا رسمي فهمي نظمي، لان هي يعني على قد ما هي كبيره يعتبر مش قوي بس في السن، لكن ما شاء الله يعني اكتر واحده يمكن من بنات جيلها شغاله في البيت بحماسه وقويه ونظيفه جدا يعني. انا ما اقدرش اعمل ولا ربع اللي هي بتعمله. طول الوقت خبيز ومسيح وتنظيف وطبيخ، من الستات اللي هم شيك وتعبوا ولا زالوا بيستمروا. فيا رب يا رب تكون على رجلها زي الاول واحسن ان شاء الله، لان هي خوافه شويه، خايفه جدا، ضعيفه قوي يعني، ضعيفه وحنينه قوي، فايه مسكينه يعني. حاسه الموضوع ده صعب قوي. فبقول لها يا ماما الحمد لله يعني. اول ما سمعت اني اتصلوا عليا قالوا لي ماما وجعت ورجلها اتكسرت، فقلت الف حمد والف شكر لك يا رب، احسن من حاجه تاني يعني. ناس كتير بتشوف مقاسي، فبقولها يا ماما احسن بكتير من اي حاجه تاني، دي رجل أحسن، بعيد من مخ، بعيد من قلب، بعيد من حاجات تانية. فالحمد لله. فهو ربنا بيدي كل واحد على قد ضعفه او على قد ما يستحمل. لكن هي مش متعوده على انها تقعد خالص، وتعبانه في حياتها جدا، ما قعدتش ابدا في حياتها، ما ارتاحتش خالص زي يمكن الناس، لا هي طول الوقت بتشتغل يعني، ما بتتكلش علينا في حاجه، ما بتندهش علينا في حاجه. فهو سبحان الله زي ما انت كده بابا يعني، ربنا بيريحك شويه، بيقولك اقعدي وتهدي يا وليه وارتاحي كده زي الناس، وان شاء الله تقوم احسن من الاول. فادعوا لها كده ربنا يقومها بالسلامه يا رب يا رب يا رب. بالنسبه للفيديو ده تقريبا هو قرب يخلص، لان زي ما قلت لكم مش انا مصوراه اصلا، وكان عندي بالصدفه يعني، فقلت اعمل منه فيديو. بس قبل ما اخدكم برضو في فيديو مصوراه في جنينه بتاعه بابا. قبل ما اوريهولكم هوريكم العصافير دي. انا حطاها في البرندة، ماما اديتها لي الله يديها الصحه يا رب، اديتها لي، قالت لي خديها، وادتني الاكل بتاعها، وايه قالت لي مع نفسك يعني خديها على طول وخلي بالي عليها. فانا ايه في البرندة عاملين جو حلو، وصوتهم جميل جدا، براء بيحبهم قوي كمان. فاحنا مسمين يا براء البيضة اسمها ايه، العصفورة البيضة اسمها ايه؟ سندس. سندس، مسمين سندس ومرجان. مرجان ده الاخضر، فده الاسماء دي انا مختاراها يعني. بس عجبك يا براء صح؟
انا بنحب سندس. تحب سندس؟ اه وانا بحب مرجان والله، بحب اللون الاخضر قوي يا براء، بس عاملين تغيير وشكلهم بس جميل. هي الاخضر بتاكل المنديل كله خالص. يعني بتاكل اكل اختها كله صح؟ اه معلش. حتى اخدكم جولة معانا في الجنينة بتاعت بيت بابا، طبعا عشان أنا كنت اقعد الفترة اللي فاتت دي، فكنت اتمشى فيها شوية، اقعد شوية. تصوير اكيد مش عدل خالص، لان انا ما كنتش عم بحسب اني احطها اصلا في فيديو، فايه تستحملوا معايا التصوير بالطول ده. دي جنينة بقى اللي ايه اتربينا فيها وخدت مني رجات يعني. ما تنسونيش باللايك والاشتراك، وان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله باذن الله استمر واعمل فيديوهات. بس قولوا لي افكار، او قولوا لي اعمل ايه، او ابتدي من فين، او ارجع نفسي ازاي يعني. اشوفكم على خير في فيديوهات تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.